لسه ما كملناش اسبوع والعيال زهقوا من الجبنه والبيض، ولا بيقولوا لك احنا خلاص مش عايزين جبنه ولا بيض، ولا المدرسه اصلا منع سندوتشات البيض. تعالوا بقى نعمل وصفه من الجبنه والبيض، مش هيصدقوا وهيطلبوها منك كل يوم، عمرهم ما هيصدقوا ان دي جبنه وبيض. الوصفه دي هنعملها من البيض والجبنه. معقول؟ ايوه معقول. شوفوا منظرها وشوفوا شكلها ومقرمشه من بره، وكمان هقولك ازاي تفرزيها وتشيليها وتطلعيها كل يوم للمدارس. يلا تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة بنجيب البولة بتاعتنا الحلوة، بنضيف فيها 3 بيضات زي ما انتوا شايفين، عليهم نص معلقة فلفل اسود، معلقة صغيرة، ونص معلقة ملح، ما تزوديش الملح عشان هنحط جبنة، ونص معلقة بابريكا، وبصلاية صغيرة مفرومة ناعم، وفلفل الوان نص فلفلاية كده، احمر على اصفر على اخضر زي ما انتوا شايفين، وممكن تستغني عنه، ممكن لو عندك اخضر بس تضيفي، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة. وبقلب كل الحاجات دي مع بعضها، وبعدين بجيب الجبنة، جبنة قريش أو أي جبنة ولادك يحبوها، وبقلب كله برضو في بعضه. وبعدين بضيف 4 معالق دقيق كبار، 4 معالق دقيق، وبقلب برضو هتكون طرية مش متماسكة. وكل حاجة بضيفها بقلبها كويس، بدخل مكونات كويس في بعضها. وبعدين بضيف 3 معالق بقسماط كبار. وفي الوقت ده انت بتظبطي بقى الملح وبتقلبي البقسماط كويس لحد ما تبقى متماسكة معاكي. لقيتيها لسه طرية بتضيفي بقسماط تاني، لو ما عندكيش بقسماط ضيفي دقيق، بس البقسماط بيكون احسن يعني. اهي اتمسكت اهي بس لسه ملزقه، عشان اعرف اشكلها بدهن ايدي زيت وبكورها. ممكن تعمليها مدور عشان تعمليها كده زي البرجر، عشان تعمليها في سندوتشات كايزر، او ممكن تعمليها طويله طول زي ما انا بعمل كده عشان تبقى في الفينو العادي. ممكن تعمليها في الفينو العادي فتعمليها طويله كده، تشكليها زي ما تحبي. هشكل كل الكميه، وبعدين بجيب بقسماط بقلبها كده في البقسماط من غير ولا عجينه سايله ولا بيض ولا اي حاجه. هي ملزقه فهي هتاخد من البقسماط على طول عشان تاخد لون حلو وانا بقليها، وعشان افرزها تبقى متماسكه. اهو هوريكم الشكل اهو، هي بتبقى كده في البقسماط. في الوقت ده بقى ممكن تفرزيها. هشيل شويه طبعا، هفرز شويه معاكم. بتطلعيها مجمده على الزيت، تقليها وتعمليها في السندوتشات. اهو كل بين طبقه وطبقه بتحطي كيس عشان خاطر ما يلزقش في بعضه، وكده بتفرزيها. هاجي بقى اعمل معاكم شويه اهو، بقليهم اهو معاكم. البقسماط بيخلي لونها جميل في القلي، تاخد لون معاكي بسرعه. وطبعا هي مش محتاجه يعني كتير في الزيت، لان هي كل ده جبنه وبيض يعني بيستوي في ثواني. شايفين الشكل؟ حد يصدق ان ده جبنه وبيض؟ شايفين عامل ازاي؟ بس بتطلعيها بقى ما بتاخدش ثواني، وبتاخد لون معاكي من هنا، وبتقلبيها على الناحيه التانية تاخد لون معاكي، وبتطلع تحفه تحفه. هوريها لكم، شوفوا بقى، شوفوا مقرمشه ازاي، مقرمشه من بره وطريه من جوه، تحفه جدا للي ولاده ما بيحبش الجبنه وما بيحبش البيض، وعايزه تعملي لهم حاجه مغذيه تفيدهم. اهو عمرهم ما هيصدقوا ان دي فيها بيض او فيها جبنه، مش ما فيش طعم الجبنه ولا البيض فيها، وكلها غذاء، القيمه الغذائيه عاليه جدا. فيها بيض، فيها جبنه، فيها خضار، فيها بصل، فيها نشويات، فيها كل الغذاء. تيجي بقى تعملي السندوتشات ده، الرغيف الكايزر اللي انا بقولك عليه، بتحطي في الحته المدوره، وبعدين تحطي طماطم، تحطي خضار، اي خضار عندك بقى انت براحتك اللي عيالك بيحبوه، كاتشب ومايونيز تدلعي الدنيا بقى. شايفين السندوتش شكله عامل ازاي؟ وده رغيف الفينو العادي اهو، بحط اللي انا كنت عاملاها طويله طول كده اهو. وبرده بتعمليه زي السندوتش اللي فات، تحطي له طماطم كاتشب ومايونيز، بيبقى تحفه تحفه جدا. ممكن تحطي اي خضار بقى ان عندك، او اي خضار عيالك بيحبوه. بصوا الشكل عامل ازاي، بجد هتنفعكم جدا في المدارس. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، واللي يعجبه يعمل لايك، اللايك بتاعكم بيفرق معانا وبيشجعنا ان احنا نكمل. واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، عشان اللي جاي احلى بكتير.